الأب الحقيقي لآدم من؟ أمير المؤمنين. هذا تشوفه من أعظم الكنى له، يا أبا تراب. والرسول يقول كلكم لآدم وآدم من تراب. وأبو التراب منه أمير المؤمنين، هو أبو تراب. فهو في الظاهر آدم أبو البشر، لكن في الباطن أمير المؤمنين هو الأب لآدم، بحيث لولا وجود أمير المؤمنين ما نوجد آدم. فالأم الحقيقية لرسول الله هي فاطمة. يجي واحد يقول زين تعال، فاطمة ولدت بعد ولادة رسول الله ب45 سنة، فشلون صار؟ نقول له في ذلك العالم شاءت حكمة الله أن لا ينزل الرسول صلى الله عليه وآله إلى هذا العالم إلا بوجود فاطمة في ذلك العالم، فبوجودها النوراني وجد الجسماني هنا.